ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده داخلين بلاي تايم، فرع سراي القبه او منتزه الطهره. الكارت بيتشحن من اول رصيد 100 جنيه وبنشتريه ب 20 جنيه، بنستفيد بيه طول السنه احنا والاسره. ممكن نستفيدوا في الاربع فروع بتاع بلاي تايم. هندخل بقى كده ونشوف الالعاب جوه عامله ايه. كده بقى احنا دخلنا فرع بلاي تايم. قلت لكم احنا موجودين في سراي القبه، او اقرب محطه مترو هي سراي القبه، وجنبينا على طول منتزه الطهره. الفرع ده بقى عايزه اقول لكم ان فيه اكتر من 14 لعبه تناسبنا احنا ككبار من سن 20 سنه لما فوق. اول ما بندخل بنلاقي لعبه الجالون او سفينه نوح، جنبيها لعبه الاخطبوط، هنلاقي كمان بيت الرعب، وهنلاقي لعبه الساقية. لعبة الساقية حلوة قوي، بتقدر تشوف من خلالها المنتزه كله او الحديقة بقى والملاهي. هقول لكم بقى الاسعار كانت الالعاب بتبتدي من اول 30 جنيه لحد 50. اغلى لعبة هي بيت الرعب كان 75 جنيه. طبعا بصوا شكل الملاهي كبيرة جدا. فروع بلاي تايم بتتميز ان كل فرع فيه العاب غير التاني، يعني كل فرع بيتميز بالالعاب اللي فيه. هنا هنلاقي سيارات تصادمية وبلعبة المنخل ولعبة الجالون. مش هنلاقي فناجين، هنلاقي لعبة السلسلة، هنلاقي العاب خطيرة وجميلة جدا جدا. المساحة هنا كويسة جدا. زي ما وعدتكم الخروجه كامله وخروجه جميله جدا وخروجه روعه. احنا شربنا سوريا الرحماني، وكلنا من عند كشري التحرير، وطبعا زلابيا عندي بطاطس، وجبنا حاجات كتيره. وعايزه اقول لكم احنا شربنا عصير ليمون تركي كان حلو قوي، او السموزي. وكمان هنلاقي منتزه الطهرة او الحديقة يعني جميلة جدا، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيه. طب بصوا بقى، احنا في البداية كده كنت مشترية الكارت ب20 جنيه من فرع بتاع مول اركيديا. ودخلت بيه الثلاث فروع، يعني شحنته من هناك فئة ال100 جنيه، وطبعا الرصيد خلص. فجيت شحنته من هنا تاني ودخلت بيه الفرع. الكارت بنقدر نستفيد بيه طول السنة معانا احنا بقى، وكل افراد الاسره نقدر نستمتع بالكارت ده ونشحنه من اي فرع وندخل بيه عادي. طيب سعر بقى الفرد بقى 5 جنيه، بيتخصم طبعا من الكارت. والالعاب زي ما انتم شايفين جميله جدا وحلوه قوي. عايزه اقول لكم ان كل فرع بيبقى فيه ميزه غير الفرع التاني. انا لحد دلوقتي صورت معاكم 3 فروع، مول اركيديا ودولفين مول وسرايا القبه. دي لعبه الكروسيل للاطفال، وجنبيها لعبه المقص، وهنا لعبه المنخل والسيارات التصادميه. بصوا المساحه اهي بتاعت الالعاب. وهنا كان في سماعات يعني وشغالين اغاني وحاجات زي كده. المكان ده حلو قوي، بياخدوا فيه صور يعني او سيشن. بجد جميله جدا. طيب هنخلص بقى هنا احنا ككبار ونلعب وننبسط ونفرح، ونخش بقى على منتزه الطهره فيها البلاي تايم بتاعت الاطفال. كل لعب الاطفال هنلاقيها هناك، والاسعار برضو بيبقى 30 و40 جنيه. هناك في كذا لعبه، زحاليق بقى والقطر والنطاط وحاجات حلوه قوي وجميله جدا. عايزه اقول لكم ان منتزه الطهره اتطورت وبقت جميله. انا صورتها معاكم السنه اللي فاتت، والسنه دي كمان بقت جميله جدا. والجو هناك بيبقى في الصيف بعد المغرب كده بيبقى حاجه تانية جدا وحاجه روعه. يلا بقى لو ما خرجتش في العيد ومعرفتش تستمتع بالعيد من الزحمه، عايزه اقول لكم ان بلاي تايم دلوقتي رايقه جدا، والفروع بتاعتها جميله، ونقدر نستمتع باربع فروع بالكارت. وكمان عندك تشحن من اول 30 جنيه او 40 جنيه على حسب اللعبه اللي انت عايزها. يعني لو انت نفسك تلعب لعبه المنقل بس وعايز تشحن ب40 جنيه، ده متاح جدا. لو نفسك تلعب لعبه السيارات الصدوميه وتشحن بس لعبه واحده، ده برضو متاح. الالعاب اهي، والملاهي جميله جدا وكبيره مش صغيره. طبعا عندهم عروض، لو شحنت ب300 بتاخد 100 جنيه رصيد هديه. لو شحنت طبعا باكتر بيدوك طبعا رصيد اكتر. دي لعبه المنقل هنشوفها مع بعضنا وهي شغاله. كانت لعبه ممتعه قوي وجميله قوي. واللي يقدر بقى يثبت بقى يبقى ايه، يبقى شاطر. تعالوا نتفرج نتفرج على اللعبه مع بعضينا. طيب
طيب بقى بالنسبة للمواعيد، عايزة اقول لكم ان كل فروع بلاي تايم الاربع فروع مواعيدهم موحدة. طول ايام الاسبوع بيفتحوا من 1 الظهر لحد 11 مساء، ويوم الجمعة من 2 الظهر لحد 12 مساء نقدر نستمتع بكل العروض دي وكل الفروع. انا رحت معاكم دلوقتي 3 فروع صورته لكم مخصوص علشان تشوفوهم وعلشان تقارنوا انتوا محتاجين تروحوا انهي فرع. لو عايزين تروحوا الفرع المكيف يبقى طبعا فوق فرع مول اركيديا. طيب لو عايزين فرع كبير وفيه العاب خطيرة وجميلة لينا وللولاد، يبقى عندك فرع سرايا القبة. طبعا زي ما انتنا شايفين كل الالعاب دي تناسبنا احنا ككبار، وقدام بقى في منتزه الطهرة فيهم في الالعاب بقى بتاعت ايه الولاد الصغيرين. طيب لو عايزين بقى لعبة المنخل والكروسيل والالعاب بقى الفرهضة بتاعت الولاد بقى يبقى نروح مول دولفين. مول دولفين طبعا عايزه اقول لكم ان الالعاب هناك خطيره وجميله وكتيره. وده يعتبر اكبر فرع انا روحته لغايه دلوقتي حاليا. عندهم العاب فيديو جيم وفي ار كتير جدا، عندهم منطقه الترمبولين للولاد، منطقه خاصه بالولاد بقى بيقعدوا يلعبوا فيها كتير جدا. عايزين بقى تروحوا اللي هي القاعة المكيفة وقلت لكم يبقى في الدور السادس مول اركيديا. هناك بقى العاب خطيره والعاب جميله زي ما حكيت لكم زي ما قلت لكم، بس فيها العاب صغيره تناسبنا احنا ككبار، يعني كذا لعبه بس. لكن لو عايزين بقى تفرحوا الولاد وتبسطوهم بقى وتلعبوهم كتير 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 يبقى ايه انت تختار فرع اركيديا مول. لو عايزين بقى اصور لكم اخر فرع، فرع شبرا الخيمه، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا مش هتاخر عليكم. انا هدفي في القناه افسحكم وافرجكم كل الخروجات المتاحه لينا في القاهره وبره مصر، يعني لو الفرصه اتاحت. انما انا هدفي ان انا افرجكم على كل الفسح والخروجات والملاهي والجناين والحدائق والمولات والمتنزهات اللي نقدر نخرج فيها ونستمتع بفصل الصيف ونفسح الولاد. هنا كانت السفينه بقى كانت ب40 جنيه الفرد، كانت حلوه قوي وجميله جدا جدا. اسمها سفينه نوح او الجالون. مفيش هنا قلت لكم لعبه الفناجين وكذا لعبه، بس الالعاب المتاحه دول حوالي 14 لعبه، منهم الساقيه ومنهم بيت الرعب، منهم لعبه الكروسيل ولعبه السلسله كانت حلوه قوي. المميز ان لعبه السلسله دي كانت مش سريعه زي باقي الحدائق يعني او باقي الملاهي. احنا ركبنا مع بعض او صورنا مع بعض لعبه السلسله كانت في زايد بارك، دي كانت اخطر لعبه صورتها معاكم في جيرو لاند، برضو كانت خطيره بس ايه يعني مش قوي. انما هنا لعبه السلسله بقى لو بتخاف منها او عايز تلعبها على البطيء يعني لعبه السلسله هنا حلوه قوي. صورت لكم كمان ماجيك جالاكسي في مول سيتي ستار، برضو لعبه السلسله هناك كانت يعني شقيه او جامده يعني بتدوخ. ده شكل الملاهي صورتها لكم من كذا اتجاه علشان اقول لكم ان هي حلوه قوي وجميله قوي. على فكره بقى انا قطعت التذكره او دخلت بالكارت يعني، وبعدين افتكرت ان انا ما جبتش اكل وميه وحاجات من دي، فاستاذنت الولد على البوابه يعني فقال لي عادي اطلعي هاتي اللي انت عايزاه وادخلي تاني. طبعا عندهم سندوتشات وكريب وحاجات كتيره جدا جنب الملاهي على طول، يعني متاح ان احنا نجيب الاكل والميه والعصاير والحاجات وندخل بيها الملاهي. طبعا دي حاجه حلوه قوي. هنا داخل الملاهي مفيش كافيتريات يعني نقدر نستمتع بيها وشاشات زي بقيه الفروع التانية. يعني كل فرع بيبقى فيه طبعا ميزاته، مش عايزه اقول عيوب لان كل الفروع زي ما احنا شايفينها حلوه قوي. احنا بننزل نلعب وننبسط ونبسط الولاد. اللعبه دي بقى انا كنت قاعده مخصوص علشان اوريها لكم لما تشتغل قد ايه هي جميله للي بيحبوا الالعاب الخطيره زي دي. بالنسبه للعبه الساقيه برضو فضلت قاعده لغايه لما اصورها علشان اوريكم قد ايه هي جميله. عايزه اقول لكم كان نفسي اركبها يعني علشان اوريكم المكان من فوق شكله هيبقى روعه. للاسف هي اشتغلت بعد المغرب، كنا احنا دخلنا منتزه الطهره علشان نقدر نستمتع بالالعاب الصغيره بتاعه الولاد، علشان كان معايا ابني طبعا سنه صغير فعاوز يلعب في الالعاب التانية. اللعبه جميله جدا والملاهي شكلها جميله. دي بقى لعبه البالونات، لعبه البالونات الطايره دي حاجه حلوه قوي وجميله، برضو كانت ب40 جنيه. يعني هتلاقي كل الاسعار الالعاب دي قلت لكم من 30 لغايه 40 و50، واغلى حاجه كان بيت الرعب 75 جنيه. بيت الرعب في الثلاث فروع طبعا مختلف جدا جدا. كل فرع يعني بيت الرعب اللي فيه بيبقى ايه المغامرات اللي فيه بتبقى غير.
لو كنتوا عايزيني اصوره لكم يا ريت تكتبوا لي تحت. هخلي حد يصور يعني بيت الرعب واوريكم قد ايه الاجواء جوه مختلفه. وشقيه بقى هنا بصور لكم الديكوريشن.